ازاي ناس بتبيع بسهولة وناس تانية بتعافر عشان تبيع؟ لازم نبص على الفرق في الحالتين ونشوف الاختلاف فين. هل المنتج؟ لا، ده بيكون نفس المنتج وموجود مع المنافس وبيبيع بشكل عادي وطبيعي جدا. طيب يا ترى هل السعر؟ لا، ده بيكون السعر بتاعي ارخص سعر وبرضه مش ببيع. يكون العيب في السوق؟ لا، ده السوق كبير ومفتوح. الحقيقة ان الفرق مش في كل ده، الفرق في طريقة البيع نفسها. في الفيديو ده هديك 3 استراتيجيات بيع اللي اي بيزنس ناجح بيعتمد عليهم، ولو فهمتهم وطبقتهم صح هتشوف فرق واضح في المبيعات بتاعتك. خليني اقول لك على حاجة مهمة، الناس مش بتشتري لما تشوف المنتج، الناس بتشتري لما تقتنع بالمنتج. انت شغلك الحقيقي مش انك تعرض المنتج، شغلك الصح انك تقنع العميل بيه. والمشكلة ان اغلب الناس بتتكلم غلط، بتتكلم عن المنتج في حد ذاته قبل ما تفهم العميل عايز ايه بالظبط، وبينسى حاجة مهمة، هي ان لازم يكون الصورة الذهنية في دماغ العميل علشان يشتري المنتج. اول استراتيجي هي بيع المشكلة قبل الحل. اغلب الناس لما تيجي تبيع بتبدأ تقول انا عندي منتج كويس، انا عندي خدمة كويسة، بس العميل ما بيكونش مهتم. عارف ليه؟ لان العميل لسه مش حاسس بالمشكلة. هوضح لك الموضوع ده بشكل عملي. في فرق في الرسالة الإعلانية ما بين واحد بيقول أنا هعمل لك أفضل إعلانات، وواحد تاني رسالته الإعلانية بيقول فيها أنت بتصرف فلوس كتير على الإعلانات ومش بتجيب مبيعات ونتائج. في فرق واضح ما بين الاتنين. يا ترى مين اللي يشدك أكتر؟ هل الأول أم التاني؟ أكيد هترد عليا بكل إطلاق التاني، علشان التاني لمس المشكلة عند العميل، مسك البين بوينت بتاعت العميل. خليني اقول لك على جملة مهمة، العميل مش بيشتري غير لما بيحس بعمق المشكلة، والرسالة بتاعتك تخلي العميل يقول لنفسه انا فعلا عندي المشكلة دي. على سبيل المثال هقول له رسالة واضحة وصريحة، مشكلتك الحقيقية مش في ان اعلانك ضعيف، مشكلتك الحقيقية ان الرسالة الاعلانية بتاعتك ضعيفة ومش واضحة. واكمل رسالته واقول له مشكلتك مش في المنتج، مشكلتك في طريقة تقديمك للمنتج. في الحالة دي أنا لعبت على نقاط القلم بتاعت العميل. أول لما يسمع الكلام ده يحس والله أنا عندي الكلام ده فعلا، وساعتها بس العميل هيبدأ يسمعك، وقبل كده هو ما كانش مهتم أصلا. ونيجي عند الاستراتيجية رقم 2 وهي بيع النتيجة مش المنتج. دي من أكبر الأخطاء، إنك تبيع المنتج نفسه، والصح إنك تبيع النتيجة. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني محدش مهتم أنت بتبيع إيه، هو مهتم هو هيوصل لإيه. خلينا اديك مثال، بدل ما تقول انا بشرح لك كورس مونتاج، قول انت هتبقى خبير في المونتاج لو خلصت الكورس ده. المثال التاني يوضح لك الموضوع بشكل احسن، بدل ما تقول للعميل انا هعمل لك كرييتيف لاعلانك بشكل كويس، هتقول له انا بعمل لك اعلان عشان يوقف السكرول اللي عنده ويجيب لك طلبات. شايف الفرق ما بين الاتنين؟ في فرق ما بين واحد بيتكلم عن الاداء وواحد تاني بيتكلم عن التحول والنتيجة اللي هتوصل لها. والعميل دايما بيشتري النتيجة النهائية بس. ليه بقى الكلام ده؟ لأنه في الحقيقة هو مش عايز المنتج بتاعك، هو عايز يحل المشكلة اللي عنده، وهي دي اللي بتكون شغلة تفكيره وشغلة باله. ونيجي عند الاستراتيجي رقم 3 وهي ان البيع بيبدأ من اول 3 ثواني. ناس كتير فاكرة ان البيع بيحصل في الاخر وقت السعر وقت العرض، وفي الحقيقة الكلام ده غلط خالص. البيع الحقيقي بيبدأ من اول 3 ثواني وهو الهوك، ودي مش مجرد بداية، دي أول خطوة من خطوات البيع. ما هو لو ما انجذبش في البداية مش هيكمل معاك، ومفيش حد هيشتري منك حتى لو المنتج ممتاز، لأنه بصراحة ما انجذبش، يعني أنت ما وقفتش السكرول بتاعه من الأساس. طب خليني أقول لك على أنواع الهوك اللي تقدر تستخدمها في إعلانك. أول هوك هو هوك الصدمة، أنت بتخسر فلوس علشان الغلطة دي. تاني هوك هو هوك المشكلة، انت بتصرف فلوس على اعلانك ومفيش مبيعات. تالت هوك هو هوك المقارنة، امتى اعلانك يكسب وامتى اعلانك يخسر. رابع هوك هو هوك الاعتراف، ازاي الغلطة دي خسرتني 20,000 جنيه. خامس هوك هو هوك بيبرز النتيجة، ازاي حققنا 10,000 دولار من منتج واحد فقط. كل نوع من دول بيخدم موقف معين، بس الهدف بتاعهم واحد، هو ان يوقف العميل ان هو بيعمل سكرول. لو بصيت على ال3 استراتيجي دول هتلاقيهم انهم سيستم متكامل، بيبدأ بهوك بواحد من ال5 اللي احنا بدأنا بيهم، وهو الغرض منه جذب الانتباه، وبعدها بتبرز المشكلة عند العميل وتوضحها له ايه هي بالظبط، كأنك بتشاور على المشكلة كأنه هو مش شايفها وانت بتشاور له عليها، وبعدها بتقدم له الحل السحري اللي تخليه يشتري المنتج بتاعك. وده
بيكون البيع الحقيقي، مش كلام عشوائي. هجاوب دلوقتي على سؤال في بالك، هو ان ليه معظم الناس مش بتعرف تبيع مع ان بيكون عندهم منتج كويس؟ لانهم بيغلطوا في 3 حاجات: بيتكلم عن نفسه مش بيتكلم عن العميل، بيبيع المنتج مش بيبيع النتيجة، بيبدأ من غير هوك يشد انتباه العميل فالعميل ما بيكملش معاه. لازم تفهم ان البيع مش مهارة واحدة، البيع عبارة عن سيستم متكامل، كل جزء ليه دور معين بيأديه، ولو جزء وقع فيهم كل النتيجة بتقع. لو انت عندك خدمة او منتج وعايز تزود مبيعاتك، ابدأ وطبق ال3 استراتيجي اللي اتكلمنا عنهم في الفيديو. لو عايز تعرف عن استراتيجيات البيع اللي خلتنا نضاعف ارباحنا 10x، احنا عاملين PDF في اقوى 10 استراتيجي. اكتب كلمة بيع في كومنت وهنبعت لك الملف فورا. تابعنا في اللي جاي وما تنساش تركز مع الكشكي.